السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم، أحلى ناس في الدنيا وأحلى أخوات وأحلى كل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكيكة بتاعتنا بحاجة جديدة، أول مرة أعملها. إيه هي؟ تعالوا شوفوا معايا. عندي هنا 3 بيضات، عندي شفشق الخلاط عادي خالص، عندك مضرب هاند بلندر اللي نفسك فيه اعملي، عندي هنا دقيق، عندي سكر، عندي زيت، عندي عصير فروتي. اول مره هعملها بعصير الفروتي الايه اليوسفي يا جماعه او الاستفندي. عندي هنا الكوبايه بتاعتي، كوبايه هوحدها على كل الحاجات اللي انا هحطها. اول حاجه هنحط ايه معاكي؟ 3 بيضات، صح كده؟ ها كملي معايا. ايه تاني؟ هتحط ايه تاني؟ دوري، يلا يلا فكري. هنحط ايه؟ هنحط كوباية سكر، كوباية وربع سكر لو انت عايزاها مسكرة قوي، كوباية ونص اللي نفسك فيه. طب انت حطيت الكمية دي كلها ليه؟ عشان انا حاطة في العصير، حاطة فيه سكر يا قلبي. يلا مع بعضينا نتوكل على الله. قولي بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا هيبارك ويزيد. حطيت هنا السكر معاكي، تمام. يلا كده مع بعض. هحط الزيت وهحط الفروتي او عصير الفروتي معاك اهو قدامك اهو، خطوة بخطوة، مش هعمل حاجة من وراك. عندي كوباية العصير اهي. يبقى الاول حطيت، نقول مع بعض، 3 بيضات حلوين، وتحطي كوباية سكر، كوباية ونص، كوباية وربع، لو انت عايزاها مسكرة قوي حطي كوباية ونص، تمام. هتحط كوباية عصير واحدة بس، وهنحط نص كوباية زيت. الزيت ده يكون نظيف ويكون كويس عشان ما يعملش ليكي ريحة مش كويسة يا حبيبتي في قلب الايه، في قلب الكيكة بتاعتي، تمام. مش تجيبي مثلا زيت يكون له ريحة نفاذة كده تبوظ ليا الحاجة، لا. اعملي شغلك صح تلاقي نتيجة ان شاء الله صح الصح. طيب انا هنا بقولك هاخد الشفشق ونضرب في الخلاط اهو من غير اي حاجه. طيب هتعملي ايه تاني؟ اديك هتشوفي احط كل حاجه. اللي ما عندوش اللي هي الكوبايه المعياريه، انا جايبه لك كوبايه عاديه خالص من بتاعه العصير او كوبايه الميه، وعدي معايا ادي كده اول واحده. ايه، وتنخليها، تنخليها مره واتنين لو انت عايزه. طب ايه فايده ان انت بتنخليها؟ بدخل اكبر كميه هواء في الدقيق عشان تعلي ليا قطعه الكيك او صينيه الكيك اللي انا ايه هسويها، تمام. اهو ده اول كوبايه معاك، كملي الباقي. طب انت ليه ما عايرتهمش كده مع بعض ووريتهمنا مره واحده؟ هقول لك عشان هنا في ناس بتكبس الكوبايه يا جماعه، بتملاها على اخرها وتضغط عليها، لا. عشان توصلي للمعيار المظبوط اهو، تخلي الكوبايه مش مكبوسه قوي، لا، تخليها على راحتها، تمليها على راحتها عشان ما تكتريش كميه الدقيق بالنسبه لايه للمقدار اللي انا حطاهولك في قلب الفيديو. خليكي معايا للنهايه وشوف النتيجه، ونكمل ده خطوه خطوه. يلا معانا. حطينا بقى كمية الدقيق كده مظبوط قوي قوي، وتنخري. وهوريك ده زيت سوري، ده يا حبيبة قلبي معلش غلطت، ده دقيق زيرو من الدكان عادي او من السوبر ماركت عادي سايب اهو، شايفاه نضيف ازاي؟ مفيش حاجة في قلب المنخل بتاعي. هتنخلي بقى بمنخل صغير، هتنخلي بمصفى، هتنخلي بأي حاجة زي ما انت عايز. عندي هنا كيس كيك شيف، انا هنا استعملته عشانه قوي جدا في رفع الايه الكيك، وبيدي نتيجة كويسة قوي قوي. وايه واديك هتشوف ايه في نهاية الفيديو. تمام كده، تمام كده. يلا بقى نحط حاجاتنا الناشفة. هنحط ايه؟ حطينا هنا الدقيق، هنا رشة الملح زي ما انت شايفة، ولازم رشة الملح يا حبيبتي عشان هي هتبين لي طعم الكيك بتاعي. اي حاجة مسكرة عموما حط فيها رشة ملح او سنة ملح بسيطة. عشان ايه؟ عشان تظهر ليكي طعم الايه الحاجة اللي انت بتعمليها. بقرب لك اهو عشان تشوفي معايا. وتخلطي البيكنج باودر، تمام، او الكيك شيف بتاعنا مع شوية الملح، وتخلطيها كويس قوي عشان توزعي البودر في جميع اجزاء الايه الدقيق. طيب هتعملي ايه تاني؟ جبت بقى هنا المضرب العادي اليدوي العادي اهو، وهدلق لك خلاص بقى ضربته بقى في الخلاط، وانا ما وريتكيش بقى موضوع الخلاط عشان الصوت وعشان ما ازعجكيش. افضي الكميه بتاعتي كلها واقوم مقلبه كويس قوي، وتقلبي يا قلبي في اتجاه واحد بس. ليه؟ مش حبه يمين وحبه شمال، لا، في اتجاه واحد بس يا قلبي.
عشان تحافظي على الهواء جوه. وهنا ايه اللي انت حطيتيه ده؟ انت نسيتي ولا ايه؟ لا لا، ما نسيتش ولا حاجه، دي معلقه خل ابيض عادي خالص حطيتها عشان بتضيع الزفاره وبترفع ليا الايه، حجم صينيه الكيك. تمام. تمام. شايفه هنا هوريك هنا الفوران، شايفه الفوران ظهر ازاي ما بين الكيس الكيك شيف وبين الخمير سوري الخل. يلا معانا، مش عارفه الواحد مش مركز ليه معاكم النهارده، ما علينا، يلا نكمل بقيه الفيديو بتاعنا. وتقلبي بقى، اضربي كويس قوي. شايفه القوام بتاعها، وهبين لك القوام كويس قوي وانا بصبها في قلب الصينيه. شايفين اهو، مش تقيلة. لو خليتي الدقيق اكتر هيخلي ليكي الكيكة ناشفة وتقيلة. تمام. لا انا هنا جبت صينية، الصينية دي مقاس 30، ترش عليها، تحطي لها شوية زيت وبعد كده ترش عليها الدقيق وتوزعيه. يلا بينا. شايفة القوام اهو زي ما قلت لك، انا بوريكي خطوة خطوة ومن الالف الى الياء عشان ما تقوليش ان انا عملت حاجة من وراكي. الموضوع لسه ما خلصش على كده، يلا نكمل مع بعضينا. يلا اهو، ما تخليش نقطة في قلب الصينية. تمام اهو. وبعد كده بعد ما صبتيها تقومي دكها دكتين. طب ايه لازمتها؟ تفرغي الهواء اللي فيها. عندي صينية سوري الفرن هنا درجة حرارة متوسطة. تمام. عندك فرن كهربي حطي اللي نفسك فيه من 170 ل 160 في الحدود اللي زي كده. ما تخليش نارك عالية قوي. وانا طلعتها اهو، وهنا قطعتها من النص عشان اوريكي. شايفة ان هي خفيفة وهشة وزي الفل. شايفين اهو. وهنا تقطعيها زي ما انت حابة وزي ما انت عايزة، ما كلفتنيش حاجة. تمام. هي شوية الدقيق وكوباية الزيت في البيت والبيض والسكر، ما فيش اي حاجة جبناها من بره. شايفين السوا والجمال يا جماعة اهي. وشايفة ارتفاع الكيك كان قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. اتفضلي بقى معانا يا حبيبتي، مع الف سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.